السلام عليكم زينات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله كل لاباس عليكم. المهم اليوم راكم تسمعوا في لافوا تاعي، انا راها رايحه. راني مريضه شويه، ان شاء الله تدعوا لي دعوه من القلب بالشفاء العاجل. والله راني رايحه اليوم، جبت لكم واحد الاكله ومعها معها موضوع لازم نتطرق ليه. أكلة سهلة ديريها لوليداتك كي يكونوا جياعة. هي خفيفة بزاف. تكون بالطماطيش والبيض. هذا مكان. المهم هنايا تجيبي الطماطم تقطعيها دراجي، وتحاولي انك تسخني المقله قبل باش ما تلصقلكش، وتسخني الزيت شويه، زيت برك ماشي بزاف، وحطي دوك الطماطيس دراجي، وتحاولي انك تقليها وتقلبيها في الجهتين. سمحولي، راكوني قلت لكم بلي راني مريضه كامله كاع. ما حبيتش برك نطول عليكم برك بالفيديو. وهذا الموضوع اللي قلت لكم عليه درك، راني حاولت باش نطول الفيديو باش نحكي لكم على الموضوع، على خاطرش هذه انا ماهوش مدة هذا الفيديو، ماهوش المدة تاع هذه، مدة تاعها قصيرة بزاف، على خاطر ساهل. راكم تشوفوا مع الوصفة وتشوفوا الوصفة وما مطر نحكي لكم، نهضر لكم عن الموضوع هذا. موضوع الحسد، موضوع الناس اللي تعس في الناس، موضوع والله العظيم تبقى حاير في ناس عايشين للناس، مش عايشين لحياتهم، عايشين للناس. وانا نقول لكم من هذا المنبر، على بالي تا واحد ما تطرق هكا في الاخر في اليوتيوب ولا احكى كيما هاك. هذا موضوع كشغل شائع في كل المناطق وفي كل المدن وفي كل البلديات. شائع والله العظيم. هنايا شوفوا كيفاش الاخر، جبت لي البيض وخلطته البيض مخلط مع عفوا والله العظيم راه تروح لي الهضره، ما قدرت، ما راني مريضه، مع البيض مع فرماج رابي. وهنايا جبناه وحطينا كيما هكا راكم تشوفوا هنايا، صبيناه فوقه، ونحاولوا انه نديروها كي الخبزه، تجي هايله اكله بنينه بنينه بنينه. انا ولادي يهبلوا عليها، فرحوا بها. المهم نكمل لكم الموضوع. نقول لك انت اللي راك تظل تعس في الناس على كلمه وعلى زوج وعلى ثلاثه، على تعس في الناس على حاجه يجيبها لوليداته، تعس في الناس على حاجه ديرها لداره. علاه تعس في الناس؟ عس نفسك عسها، عس ولادك، عس بنتك، عس مرتك. هذا اللي نقدر نقوله لكم. هذه هي الموضوع اللي حاولت نقوله. المهم انا حبيت نطرق هذا الموضوع على خاطر شائع بزاف، وكاين الناس تضل تعس في الناس. علاه تعس في الناس؟ انا قلت لك باللي عس روحك، عس نفسك، عس دارك، عيش حياتك، ما تعيش حياة الناس. نتايا كي تقول باللي كاين ناس تقول لك باللي شايفهم يشوفوا ناس هانيين قلالين بصح هانيين، بصح ما على بالش باللي هو كيفاش الاحترام داير في الدار. هاني ما عندهش قليل، زوالي، بصح عنده لهنا خير منك انت اللي تظل بالك عندك الدراهم مش عارفه، الله يزيدك، بصح وشتهو موكش هاني. بركة ما تضلوا تعسوا في الناس، بركة وما تعسوا في الناس. ربي يعطيكم عبر باش تعيشوا حياتكم، باش تنسوا العباد. ولكن بصح انتوما ماكوش قادرين تتفكروا هذا العبر. الجهل عاميكم. ارتقوا بأنفسكم. الناس تولي تمشي الخطوة لقدام، انتم ترجعوا الرول ب10. والله العظيم صح. هذا الموضوع راه شائع عندنا، شائع.
وبزاف بالك في التعليقات راح كتقولوا لي بلي عندك الحق. يا اخي عيش لنفسك، عيش لحياتك. كاين اللي يقول لك بلي هذيك راها حقرته مرته، ولا هذاك راها حاقرها الاخر. علاه شرط انت باش يشري لها جلابه تاع مليون؟ يعني ماهيش عايشه معاه غايه؟ يا روح شوف رور لنفسك انت. ولا شرط يشري لها بدعيه تاع 300 الف ولا 200 الف؟ هذا راه معيشها غايه، يعني راها عايشه. ما تشوفوش العيشه هذه من منظر. المعيشه هذه بين الرجل والمراه هي احترام، احترام بيناتهم، حياتهم هما هانيين. وانت كيفاش حياتك؟ كيفاش حياتك؟ بركة ما تعسوا في الناس. اهتدوا بالله، اهتدوا بالله. على راكم عايشين رواحكم، عايشين للناس. الناس راهي هانيه لاباس عليها، هانيه لاباس عليها. انتوما بالك انتوما ماكش قادرين تعيش توصلوا هذاك لهنا وتضلوا تتبعوا في الناس اللي هانيه. المهم كيما قلت لكم انا حبيت نطرق هذا الموضوع. الموضوع هذا راه شائع بزاف. حبيت لا عسى ولا لا وعلا يفهموا ويدخلوا في رصانهم على الاقل. عيش حياتك راك تولي سعيد، تولي سعيد. عيش لنفسك وتشوف القناعة اللي توصلك في قلبك. عيش لنفسك وتشوف الهنا اللي توصل فيه. عيش لنفسك وتشوف السعادة. المهم انا نخليكم على خير. هذا هو الموضوع اللي بغيت نطرق له. المهم انا بغيت نتطرق لهذا الموضوع على خاطر شايع بزاف، وراني نشوف في ناس راها تحوس على ناس بلا فايدة. هذا مكان ربي يعطيهم عبر باش يعتبروا، ولكن هما مش باغين يعتبروا. الناس راها عايشة حياتها هانية في ديارها، حتى ولو ما عندهمش بصح هانية مع رجالتهم، هانية في ديارهم، هانيين مع ولادهم. انتم ماكش لاقين لهنا تضلوا تتبعوا في الناس. نقول لكم باللي الله يهديكم. هذا واش نقول لكم، وتسمحوا لي طولت عليكم. اللي عجبه هكا هذا الموضوع، عجبه مواضيع كيما هكا من الحياة، يحط لي في التعليقات وحنا نحطهم. وسمحوا لي اذا طولت عليكم، وسمحوا لي لاني لافو تاعي ماهيش مليحه، راه كتشوف فيا راني مريضه. دعواتكم بالشفاء، وربي يحفظكم ان شاء الله، ويحفظ كل مؤمن، ويشافي كل مريض، ويرحم كل ميت. هذا واش نقول لكم، وربي يجازيكم كل خير. خلونا برك تعليقاتكم تحفزنا، خلونا تعليق مليح كيما نتوما. ومع السلامة في فيديو آخر.